بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبنا، هنيئا للمجاهدين في بلاد الشام، هذا الانتصار العظيم. ألف مبروك. بلاد الشام أصبحت خالية من نظام فاسد، نظام حقير، نظام قذر، نظام وسخ. بشار الأسد ومن قبله حافظ الأسد النذل السافل الذي نشر في بلاد الشام الفساد والقذارة والسفالة. كثير من الروايات التي نراها، سواء كانت مكتوبة أو مرئية أو مسموعة، من قبل الكثير من الناس يقولون: ماذا بعد بشار الأسد؟ ماذا بعد بشار الأسد؟ كما أنه يسأل سؤال قدر عن ماذا بعد الظلام. أكيد بعد الظلام النور. وما بعد نظام بشار الأسد، هذا الكلب الواطي، هذا الخنزير، حتى الكلب أوفى وأخلص من هذه العائلة القذرة. ماذا بعد هذا الكلب؟ لابد من أن يبزغ فجر الشام الجديد، هذا الفجر الرائع العظيم الجميل الذي فيه نسمات عليلة. ماذا بعد هذا الكلب؟ بعد الليل النهار، وما بعد الظلم العدل والمساواة بين الناس. وإن حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أنا إخواننا المجاهدين أسألكم بالله أن تحكموا بالعدل، تحكموا بكتاب الله وسنة رسول الله. كل الكوكب الأرض يعتمد عليكم، المسلمين طبعا، يعتمد على بلاد الشام، لأنها مقالات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير أجناد الأرض في بلاد الشام. ووصى النبي عليه الصلاة والسلام دائما وأبدا الصحابة بأن يكونوا في بلاد الشام ويلتحقوا في جند الشام. لذلك جند الشام هم الرجال الأوفياء الأشداء المخلصين الذين وبإذن الله تبارك وتعالى من بلاد الشام سننطلق إلى تحرير فلسطين، وهذا أمر من الله تبارك وتعالى. ولذلك خير أجناد الأرض بلاد الشام. ماذا بعد الكلب؟ الوفاء والإخلاص للوطن. ماذا بعد الظلم؟ الإنصاف والعدالة والقصاص من كل من تجرأ على أعراض الناس في بلاد الشام. فيديوهات رأيناها، وهذا الخنزير الواطي السافل الذي قام بسجن النساء والفتيات الصغار والأطفال حتى. ولذلك يجب القصاص منه بأي شكل من الأشكال، بأي شكل من الأشكال. واجب على المسلم الذي يحب الله تبارك وتعالى ورسوله أن يقتص من هؤلاء هذا النظام الفاسد الذي نشر الفساد في بلاد الشام. حتى أضحت يعني لا أريد أن أتكلم، لكن أتمنى من إخواننا المجاهدين، نسأل الله تبارك وتعالى لكم الخير كله، أن ينصفوا ويعدلوا بكتاب الله وسنة رسول الله، وأن يطبقوا شريعة الله في بلاد الشام حتى يتحقق النصر. لأنه سبحانه وتعالى يقول: إن تنصروا الله ينصركم. ولذلك الله تبارك وتعالى ما نصركم إلا حينما نصرتم دين الله تبارك وتعالى، وكان جهادكم وهذا النصر العظيم خير دليل على أن الجهاد الذي قمتم به في بلاد الشام هو نصر من الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل اطلع على قلوبكم فوجد فيها الإيمان، ثم بعد ذلك جاء النصر من عنده سبحانه وتعالى. ولذلك وجب عليكم أن تتمسكوا وأن ترابطوا. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن أردتم الثبات فعليكم بنصرة الله تبارك وتعالى وإقامة الدين في بلاد الشام، ونحن معكم
بإذنه سبحانه وتعالى إلى آخر قطرة دم من دماء المسلمين. جزاكم الله خير على ما فعلتموه، وهذه تحية إجلال ومحبة لهذه القيادة المجاهدة التي صبرت هذه السنوات الطويلة، وجاء نصر الله تبارك وتعالى وتحقق النصر وثبت أقدامهم، وها هم الآن يعيشون حياة طيبة بإذنه سبحانه وتعالى في بلاد الشام. دمتم بخير.